كاين تدخل ديال بويض، ولكن ابراهيم البزغودي خدا الكره والحكم يعلن عن الخطا لفائده ابراهيم البزغودي. كانت محاوله خطيره لفائده فريق الجيش الملكي. كما ذكرت بانه الدخول ديال البزغودي وتونغارا بامكانهم انه يعني يحملوا خطوره على الدفاع ديال فريق حسنة اكادير. هنا كنتابعوا يعني الخطا اللي اعلن عليه الحكم الحمادي. كيطلب من اللاعبين اللي كيشكلوا الحائط انهم ياخذوا المكان ديالهم، والضربات الثابته بامكانها تكون حل من الحلول في ظل يعني التنظيم الدفاعي للحسنية اكادير ولا الجيش الملكي. المهدي بالرحمه مرة أخرى وراء الكرة، عميد فريق الجيش الملكي بالرحمة كيسدد مباشرة. واحد من أفضل الأهداف المهدي بالرحمة عميد الجيش الملكي. هدف جميل لفائدة الجيش الملكي، يعني تسديدة قوية لا تصد ولا ترد. تسديدة ديال المهدي بالرحمة بعد ما تابعناه في العديد من المحاولات خصوصا خلال الجولة الثانية، كان وراء الخطأ اللي سددوه ولكن اعطى الزاوية. الخطأ الثاني كان ثابتا في مرمى الحارس فهد الحمادي. نتابع الهدف، هدف جميل ديال المهدي بالرحمة، واحد كما قلت من افضل الاهداف اكيد اللي سجلوا بالدوري الاحترافي. ولاحظوا الفرحه الكبيره ديال المدرب عزيز العامري، واللي يمكن نقول بانه يعني المهدي بالرحمه منحو يعني منح هذا اللاعب اللي شارط العماده. فاعتقد بانه لاعب اللي عنده امكانيات. واكيد مدافع يوسف العمري، هذه محاوله خطيره. محمد كمال ابراهيم البزغودي البزغودي الحكم كيطلب مواصله اللقاء. هناك خطا ضد ابراهيم البزغودي، لمس الكره باليد، كانت المطالبه بضربه جزاء. كنقول بانه ابراهيم البزغودي يمكن فكر اكثر يعني في العرقله وفي السقوط ديالو اكثر بانه يعني يستغل هذه المحاوله. نتابعوا من جديد، يعني مشى ابراهيم البزغودي هنا كان مضايق، حاول انه يسدد، كان اكيد التدخل ديال عمر تحلوشت دون ارتكاب الخطا. ومن جديد اكيد كنتابعوا الاعاده ديال المحاوله ديال كريم البركاوي اللي كان قريب من تسجيل هدف ديال التعادل. اذا خطا لفائده فريق الجيش الملكي. المهدي بالرحمه دائما وراء الكرات الثابته. غادي يحاول يرفع الكره بالرحمه، كيرفع الكره داخل المعترك. هذه محاوله خطيره راسيه. الهدف الثاني بواسطه الياس حداد. الهدف الثاني لفائده فريق الجيش الملكي بواسطه الياس حداد. يعني مره اخرى ضربه ثابته كتعطي الاكل ديالها بالنسبه لفريق الجيش الملكي. هدف ثاني. لاحظوا المهدي بالرحمه رفع الكره، كانت يعني راسيه ديال الياس حداد كتمشي مباشره لتعانق شباك الحارس فهد الحمادي. وثاني اهداف هذا اللقاء. فريق الجيش الملكي كان عليه انتظار الجوله الثانيه للوصول لمرمى فهد الحمادي. امامنا الياس حداد اكيد اللي كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائده فريق الجيش الملكي. الهدف اللي كيجي في حدود الدقيقه 38. بالتالي كتزاد يعني المأموريه صعوبه